أنا اسمي نادين، عندي 18 سنة. من وأنا طفلة صغيرة أمي اتطلقت من أبويا، يمكن كان عندي 4 سنين. بعديها اتجوزت وطبعا زي أي ست هي وجوزها. أنا في الوقت ده كنت عيلة صغيرة ومش فاهمة حاجة، لكن كنت بسمع من الأوضة أهات أمي وكلام غير مفهوم ليا كطفلة. وكبرت شوية شوية لغاية ما بقى عندي 6 أو 7 سنين، وابتديت أحس أحاسيس كده برضو أنا مش فاهماها. وابتديت أراقب أمي وجوزها من خرم الباب، وابص عليهم وهم بيعملوا ايه مع بعض. كنت بشوف أمي في وضع ما كنتش فاهماه، من غير هدوم وجوزها من غير هدوم، وبيعملوا حاجات مش فاهماها، لدرجة اني من كتر ما انا طفلة ومش فاهمة كنت بحكي لجدتي. كانت تقولي عيب يا نرمين، هو جوزها وما تبصيش عليهم تاني. كنت بحلفها ما تقولش لامي احسن امي تقطعني من الضرب، تقولي خلاص بس ما تعمليش كده تاني. كنت اوعدها. وكانت جدتي الله يرحمها علشان ما اشوفش كانت دايما بتاخدني اقعد عندها بالايام لغايه لما ماتت، ورجعت تاني بيت امي وبقيت تاني راقبها. كانت في الوقت ده خلفت اختي، وكانت اختي صغيره برضه مش فاهمه حاجه، لكن انا كبرت شويه وابتديت ابص عليهم، وبقيت مدمنة بص عليهم، كأني ببص كل يوم على فيلم 6. بقى هو ده هدفي، كل يوم اخش واستنى لما يدخلوا وابص عليهم من خرم الباب بيعملوا ايه. وابتديت هنا في الوقت دوت اعمل العادة السرية، وانا مش فاهمة يعني ايه دي، لكن احساس كان بيجيلي ولقيت نفسي بعمله كغريزة بعد ما بشوف امي وجوزها. لغاية لما كبرت ومش قادرة اقول لكم، انا وانا عندي 14 سنة فجأة كده ظهر عندي علامات الانوثة بشكل غريب جدا، كأني واحدة عندي 19 ولا 20 سنة. كل حاجة بجسمي بقت ظاهرة جدا، ومفاتن جسمي بسرعة. بقى يقولوا لأمي هي البنات بتكبر بسرعة كده. أمي كانت فرحانة بيا قوي، لكن أنا ما طبعا مش عارفة ليه بقى في حاجز نفسي بيني وبينها. ليه بقيت أحس إن أنا مش عاجبني اللي هي بتعمله مع جوزها دوت. معرفش كان إحساس غيرة عليها ولا كان إحساس إني متضايقة من اللي كنت بشوفه، رغم إني كنت مدمنة البص عليهم. كنت بحب أشوف قوي كل حاجة بيعملوها. كبرت شوية شوية لغاية لما بقى عندي 16 سنة. ابتديت أحس إن جوز أمي بيعمل معايا حاجات غريبة، يحب يحضني، يحب يبوسني، حاجات كده ما كانش بيعملها كتير قوي. بيحب يلمس حتت حساسة في جسمي، واقول اكيد يعني تفكيري غلط، ده جوز امي عمره ما عمل كده. لكن الراجل ده فجأة كده لقيته بيعمل حاجات غريبة. كمان بقيت احس ان في غيرات الداخلية ما بقتش موجودة. وشمعنا انا ادور على اي حاجة بتاعتي، الاندر بتاعي البرا بتاعي مش موجود، مع ان انا كنت حطاه معلقاه. وامي تقول لي يمكن طهر، اقول لها انا ما اقولك ما نشرتوش. لكن امي برضو ما جاش في دماغها، خصوصا ان هي عامله له كل واجباتها، وتقريبا كل يومين هي مستعده له. وانا برضو ما حطيتش في دماغي، رغم ان هو كان بيعمل تصرفات معايا غريبه. لغايه في يوم لقيته هو وامي زي عادتهم. كانت امي ساعتها مخلفه اخواتي الاتنين، بس هما طبعا اصغر مني بكتير. اول ما سمعتهم وسمعت ابتديت اسمع اهات امي، رحت زي ما متعوده ابص عليهم من خرم الباب، ابص على كل حاجه بيعملوها. وفعلا قعدت اتفرج لغايه لما خلص وابتديت اشوف كل حاجه. كنت طبعا حافظه جسم جوز امي حفظ، وحافظه جسم امي واللي بيعملوه مع بعض. المهم بعد ما خلصوا قعدت بيني وبين نفسي علشان اعمل اللي دايما بعمله بعد ما بشوفه. لكن المرة دي المفاجأة اني لقيت جوز امي بيفتح عليا الباب فجأة بيفتح عليا الباب. تقريبا كان داخل الحمام، لكن دخل علشان يبص علينا نايمين ولا عاملين ايه، ولقاني في المنظر ده. اول ما شافني في المنظر دوت هو ما قدرش، ولقى نفسه رغم ان هو لسه كيل، لقى نفسه في حالة هياج مرة تانية. طبعا انا لبست بسرعة وقلت له انت ايه اللي دخلك عليا كده؟ قال لي دخلت علشان اشوف الملبن يا ملبن. طبعا قلت له طب لو سمحت اطلع بسرعة من الأوضة. لكن ابتدى يحاول انه يكلمني، قلت له صدقني هصرخ وهقول لأمي لو سمحت اطلع.
وفعلا طلع واليوم عدى، لكن ابتدى تحرشاته بيا بقت اكتر بكتير، وكل شوية يقولي ده انتي اجمد من امك بكتير، وكلام من اللي انتوا عارفينه ده، لدرجة اني اوقات بقيت افكر فيه، خصوصا انه كنت بشوفه كتير قوي مع امي من سنين، لكن ارجع تاني واقول لنفسي ما ينفعش، ده جوز امك، ما ينفعش الحاجات ديت. لغاية في مرة كده ولقيته انا وهو كنا قاعدين في البيت لوحدنا، وابتدى يقرب لي ويقول لي خليها باللين احسن، وصدقيني انا مش هعمل حاجة ولا هخليكي تفقدي عذريتك، بس هريحك وتريحيني في الوقت ده. انا معرفش انا كنت ليه حاسة اني عاوزاه، وكنت حاسة انه اكيد مش هيقول لامي، هو الشخص الوحيد اللي لو عملت معاه حاجة زي كده مش هيقول لامي، علشان مش هينفع لا يفضحني ولا يفضح نفسه. وفعلا وافقت ان يعمل بيني وبينه تجاوزات، وهو فعلا زي ما وعدني بقى يعمل معايا، لكن من غير ما افقد عذريتي. وفضلت فعلا بنت زي ما انا، كل مرة يعلمني حاجة لدرجة اني سبت تماما العادة السرية، وبقيت لما احتاجله بقيت الاقيه، وبقيت اخير جدا لما الاقيه مع عمي، بقيت احس ان انا مش غيرانة عليها، بقيت غيرانة عليه هو، لدرجة اني بقيت عاوزاه هو. وجي عليا اوقات كنت بقوله انا عاوزة اعمل بيني وبينك علاقة كاملة، لكن كان بيرفض ويقولي ما ينفعش ان احنا نعمل علاقة كاملة. الصراحة كان بيرفض، رغم اني كنت بعمل معاه كل حاجة، بحسس له على بتاعه كل شيء تتخيله، كل شيء انا بعمله معاه، الا ان يحصل بينا علاقة كاملة. كان بيرفض تماما الموضوع دوت، ويقول لي خلينا كده، انا لو عليا كنت طلقت امك واتجوزتك، بس ما ينفعش. لغايه لما جالي عريس وقلت له انا موافقه عليه، انا عاوزه اتجوز، لكن هو رفض تماما، رفض وهدد امي كمان وقال لها جواز لا. وساعتها شفت منه وش تاني خالص، وقال لي اوعي تتخيلي ان انا ممكن اسيبك لحد، اذا كان انا محافظ عليكي مش عشان واحد تاني يجي ياخدك. قلت له امال انت محافظ عليا ليه؟ قال لي محافظ عليا عشان في يوم هتجوزك. وحسيت ان هو بقى انسان مش طبيعي، وقال لي لو قررت تاني ووافقتي على عريس يبقى ساعتها انسي ان انا هخليكي بنت بنوت، وساعتها هعمل معاك العلاقة الكاملة اللي انت نفسك فيها. اوقات بحس انه بيحبني، واوقات تانية بحس انه واخدني علشان انا عجباه او نزوة او ايه، مش عارفة بالظبط، بس كل اللي انا عارفاه ان انا بستمتع في الوقت اللي بقضيه معاه، خصوصا ان هو الشخص الوحيد اللي عارفة ان ممكن اعمل معاه كده من غير امي ما تعرف ولا اي بني ادم. يعني بينه وبينه